إلا دمرنا كل شيء شنو غادي يبقى عندنا؟ هذا السؤال هو واحد من بين الأفكار العديدة اللي ناقشها الفيلسوف الألماني فريدريك نيتشه في الكتابات ديالو. والجواب اللي عطاه نيتشه على هذا السؤال كان هو أوبرمنش. هذا مصطلح غريب ياك؟ هذا المصطلح هو مصطلح ألماني اللي كيعني الإنسان الفائق أو الرجل اللي كيكون أعظم من البشر، أو بمعنى آخر التطور القادم للإنسانية. هذا المفهوم ديال الأوبرمنش تعرض للكثير من الدراسات والتفسيرات وحتى التحريفات، وصعيب بزاف باش نختزلوا هذا المصطلح ولا هذا المفهوم في كلمة واحدة ولا في تعبير واحد اللي هو الأوبرمنش. ولكن ممكن أننا نقولوا أنه عبارة عن رؤية وتطلع ندير كيفاش كنشوفوا الإنسان وكيفاش كيشوف نيتشه الإنسان. بالنسبة للناس اللي كيشعروا بأنهم ضايعين وسط غابة الحياة، نيتشه كيقترح لهم واحد الطريق، ماشي بالضرورة مخرج ولكن على الأقل اتجاه. وهذا الاتجاه هو أنك تكون مستقل بجنون، عنيد، وبعض المرات تكون عنيف في طريقة العيش ديالك، أنك تكون ذاتك الحقيقية وسط عالم كيبغي يصنفك بالقوة وسط قوالب جاهزة. ولكن واخا هاد التفسير اللي كيبان بسيط ما كيعطيش حجم حقيقي للمفهوم اللي قلت أنا، واللي هو الأوبرمنش ولا الإنسان الفائق، واللي غادي نناقشوه دابا وغادي نفهموا علاش نيتشه خصص ليه مجموعة من الكتابات فقط لتحليل هذا المفهوم. نيتشه اللي تزاد في النصف الثاني من القرن التاسع عشر طور فكرة الأوبرمنش، ولكن ما كانش هو الأول اللي هضر عليها، حيث كان قبل منه واحد الكاتب سوري اللي قديم سميتو لوسيان اللي هضر على الفكرة ديال الإنسان الفائق بواحد الطريقة ساخرة. وكان أيضا تأثير ديال واحد الفيلسوف آخر اللي هو فيلسوف أمريكي اللي سميتو رالف والدو إميرسون في المقالة ديالو الروح العليا سنة 1841، واللي كيهضر على روح موحدة للإنسانية اللي تقدر توصل لما هو أسمى من الإنسان العادي. نيتشه وإميرسون كانوا مختلفين بزاف، ولكن نيتشه كان كيعتبره الأخ الروحي ديالو، وكان دائما كيقدر الكتابات ديال إميرسون. وبالتالي نيتشه ما كانش أول واحد هضر على الإنسان اللي كيتجاوز البشرية، ولكن الرؤية ديالو كانت أكثر تأثيرا، وهي اللي كتهضر عليها الفلسفة اليوم. أوبرمنش شنو المعنى ديالها؟ مهم هي كتقسم جوج ديال المصطلحات أو جوج الكلمات بالأحرى، منش واللي كتعني بالألمانية الإنسان، وأوبر اللي كتعني فوق أو أعلى أو ما بعد. بعض الناس ترجموها بسوبرمان، لكن مع انتشار شخصية سوبرمان في الأفلام وفي السينما اضطروا أنهم يرجعوها للفظ الإنسان الفائق أو الرجل الأعلى أو أوبرمنش، ولا مهم مصطلح أكاديمي أكثر من أنه يكون عنده ارتباط بشي حاجة اللي كوميك ولا شي حاجة تابعة للسينما ولا مهم. ولكن في الحقيقة ما كاين حتى شي سبب خاصنا نترجموا ليه هذه الكلمة، حيث هي كلمة ألمانية وخاصنا نقبلوا بها كيف ما هي لما نحاولوا نطوروها ولا نطوعوها للغة الأخرى.
أول مرة بان هاد المفهوم عند نيتشه كان في مقالة قديمة في 1874 بعنوان حول الأمزجة، واللي فيها كان كيهضر على حالة مزاجية عالية بحال نشوة طبيعية، حالة اللي الإنسان العادي كيعيشها غير دقائق معدودة. نيتشه اعترف بأن التاريخ ما عطانا حتى مثال حقيقي على أن هذه الحالة حقيقية، وكان دائما كيعتبرها مجرد حلم فلسفي. ولكن هذه الفكرة ديال الأوبرميش تجلات بشكل واضح في الكتاب ديالو اللي هو هكذا تكلم زرادشت أو زرادوستا. هذا الكتاب مكتوب بلسان نبي خيالي زرادوستا، اللي كان كيمثل البديل الروحي بعد ما مات الدين كنظام أخلاقي بالنسبة ليه. نيتشه كان كيشوف بأن الإنسان الحالة اللي فيها هو دابا كائن مريض مقيد متحسر، ولكن عنده إمكانية ضخمة غير مستغلة. نيتشه قال في واحد العبارة معروفة عنده أن الإنسان في الحالة اللي هو فيها دابا مجرد مخلوق انتقالي، كأنه مرحلة وسطية في مخطط طبيعي أكبر منه. شنو المعنى ديال هذا الشيء؟ يعني أن الإنسان العادي ماشي النهاية، وإنما مجرد جسر نحو شيء أعظم، نحو الأوبرمينش. واش كاين شي أمثلة للأوبرمينش؟ لا. نيتشه كان واضح في الكتابات ديالو، حتى الأعظم شخصيات تاريخية ما وصلتش لهذه الدرجة. يوليوس قيصر، ليوناردو دافنشي، نابليون بونابرت، كلهم كانوا عباقرة، ولكن حتى واحد فيهم ما كانش واصل لهذه المرحلة، وكان هذا المفهوم أعظم منهم كاملين. نيتشه ما كانش كيرفض المعنى، ولكن كان كيقول بأن الإنسان هو اللي خاصو يصنع المعنى ديال الحياة بلا ما يكون تابع لأي معتقد مفروض عليه. هذه الفكرة كتأكد لنا واحد الحقيقة اللي بزاف ديال الناس كيرفضوها ولا ما عارفينهاش على نيتشه. نيتشه ما عمرو كان فيلسوف ديال اليأس والتشاؤم كما كيروجوا ليه، بل العكس هو الصحيح. نيتشه كان كيقول بأن الطريقة الوحيدة باش نغلبوا العدمية ونتخلصوا من العدمية هي أننا ندوزوا منها، نمروا منها، نعيشوها ونتقبلوها ونستعملوها باش نتجاوزوها. كيفاش؟ بالنظر للحياة بحال شي صفحة بيضاء بلا معنى مفروض، بلا قيود، ونعطيو ليها حنا المعنى اللي بغينا، المعنى اللي كيعكس الرغبة الفردية ديالنا وكيعطينا السعادة اللي جاية من الداخل ديالنا، ماشي الإملاءات الخارجية. نيتشه كان ضد الأخلاق المفروضة. في العصر ديالو كان التفكير الحديث باغي يصنع سعادة موحدة لكاع الناس، مستند على المبادئ المسيحية طبعا وديال الخير والشر. نيتشه رفض هذه الفكرة رفض قاطع. بالنسبة لي أي أيديولوجيا بحال المسيحية، الاشتراكية، الديمقراطية، كلهم غير سلاسل كتكبل الفرق. الأوبرمنش خاص يكون متحرر من هذا الشيء كامل، يكون عنده الحرية المطلقة باش يبدع ويعيش بدون قيود مصطنعة. نيتشه ما كانش كيقول بأن الأوبرمنش غيكون نوع جديد من البشر بحال شي مرحلة في التطور الدارويني، ما غاديش يخرج لنا شي جنس آخر مختلف. لا، الأوبرمنش هو فكرة، هو طريقة جديدة للوجود، هو وعي كيحطم الحواجز، كيخلق واقع جديد، ماشي شخص واحد ولا مجموعة مختارة، وإنما مستقبل كامل ممكن للإنسانية. نيتشه كان معجب بالحضارة اليونانية، كان كيحب الحضارة اليونانية اللي ما كانش كتآمن بالمساواة المطلقة، وكان كيشوف بأن الطبيعة ديما كتخلق ناس اللي أقوى وناس اللي أضعف.
كاين اللي كيسيطر وكاين اللي كيبقى تابع. بالنسبة ليه مجتمع كيحاول يوحد الكل هو مجتمع كيموت. خاص الناس اللي عندهم القوة والذكاء يتحرروا ويعيشوا بفردانيتهم بلا ما يكونوا مكبلين بقيود المجتمع. وهذا الشيء علاش كان كيرفض الديمقراطية والاشتراكية والديانات بشتى أشكالها. كانوا بالنسبة لي غير عراقيل أمام الحرية ديال الإنسان. أوبرمنش خاص يكون راديكالي، حر، مستقل، لا أي قيود فكرية. هادشي كيبان متطرف، ولكن نيتشه ما كانش كيدعو للفوضى العمياء. كان عارف بأن التغيير الاجتماعي خاصو يكون بطيء ومدروس، يعني ماشي ثوري ولا داعي للحرب والتدمير. التغيير ماشي ثورة عنيفة، ولكن تحول مستمر. حيت بزاف ديال الناس كانوا كيتخيلوا ان نيتشه كان كيدعو لشي ثورة كبيرة كتدمر كلشي في دفعة واحدة، ولكن هادشي غلط. نيتشه كان كيعرف بأن المجتمع ما كيتبدلش بين الليل والنهار. كان كيعطي مثال ديال الثورة الفرنسية، وقال لو كانوا الناس اللي داروها أكثر هدوءا كانت غتكون عندها نتيجة مختلفة. نيتشه كان كيشوف بأن المشكل الاجتماعي كيتراكم على مدى سنين، وهادشي كيعني بأن الحل ماشي في التغيير المفاجئ والعنيف، ولكن في التغيير التدريجي اللي كيبدأ بأفراد وبشوية بشوية كيتحول المجتمع كامل. فهكذا تكلم زرادوستا. نيتشه كيأكد بأن التحول نحو الأوبرمنش خاص يكون بصبر، بجرأة وبتدريج، ماشي بتهور ولا فوضى. مازال غادي نهضروا على مفهوم الأوبرمنش وعلى نيتشه في الفيديوهات الجاية. كنتمنى أنك تبقى على اتصال بالقناة والجديد ديالها، و كنتمنى لك نهار ولا ليلة سعيدة. سلام.